هما يا بت تعملي لي شاي. بقول لك ايه، كويلي القميص ولا اقول لك دوري لي على الشراب. بقول لك ايه، اغسلي الطقم ده بسرعه عشان انا الصبح يا دوب الحق البسه. بقول لك ايه، ما تلبسيش الطقم ده، غيري. ده الاخ المصري. تعالى اكلمكم النهارده عن الاخ المصري. الاخ المصري بيعمل ايه؟ طول ما هو قاعد في البيت اعملي لي شاي، اعملي لي عايز اكل، جعان، يصحى الساعه 2 بالليل انا جعان، دوري لي على مش عارف ايه، يشيل كوبايه من مكانها، لا يشيل طبق من مكانه، عيب. هما بيبقوا لحد مثلا ايه، اولى اعدادي كده او تانية اعدادي، تلاقيهم ايه، هما يساعدوا يعملوا ويغسلوا، وكانوا بيغسلوا السجاجيد ومفيش اي مشاكل. بعد كده يحس ان هو راجل كده وتخن كده وصوته تخن، تلاقيه بقى ايه، لا ما ينفعش اعمل، انا راجل، اعملي، سويلي، بخيلي، اكويلي، اغسليلي. الاخ المصري دايما بيغير على اخته، تلبسيش، تعمليش، مش عارف ايه. طب يا عم انا هو كده، غيري. انت عايز تمشي في الشارع الشباب يبصوا عليكي مش عارف يا ابني، طب ما انت خطيبتك بتلبس كده، طب ما مراتك بتلبس كده. لا، هي اللي بيني وبينك دم، لكن هي اللي بيني وبينها ورق. انت اختي، انت تعريني، لكن هي لو عملت حاجه هطلعها هتغرف 60 ده. يجي بقى وهو خارج، حلو الطقم ده، جميل، لا مش حلو، مش هلعب. طب جميل، هلبسه برضه. طب ما انت اصلا هتسمع كلام نفسك، بتسألني ليه؟ هو كده عايز يسألك، حلو الطقم ده، حلو شكلي جميل. يا ابني طب البس ده على ده، لا 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 انا مش، انت شكلك انت مش فاهمه حاجه. طب ما انا مش فاهمه حاجه، تسألني ليه يا ابني؟ تمشي في الشارع بقى، يقعد بقى ايه، يا سلام يا ويل وسواد ليل لو حد بصلك ولا عكسك وانتي ماشيه معاه في الشارع، يا هواي خناقه وحوار. وانت فين، وانت تبص لها ليه، والراجل ما اتكلم بتبص لها ليه؟ ما انت كنت هتتكلم، انت عايز تتكلم وانت لسه هتتكلم؟ انت بتبص وكنت هتتكلم يا عم، انا ما اتكلمت، لا انت كنت هتتكلم. عارفين انتوا اللي هو ايه، هو حاسس ان هو عايز يبقى عامل عليكي كده يعني. ولكن في المقابل البنات بتبقى شايفة ان هو رخم، غتت، فظيع، خنقني، قافل عليا، كل شويه اعملي وسوي، اعملي وسوي، اعملي وسوي. ولكن انا عاوزه اقول لكم على حاجه، الاخوات رزق. ايا كان، في غيرك بيتمنى يكون عنده اخ، وغيرك بيتمنى ان لو كان عنده حد يقول له لا ده غلط وده عيب وما تعمليش كده وما تروحيش وما تجيش، ويحافظ عليه. احمدي ربنا ان انت عندك اخ بيحافظ عليكي وبيخاف عليكي وقالك على الصح وعلى الغلط وحافظ عليكي لحد لما بقيتي كبيرة وجميلة. اللي عنده اخ زي ده يعمل له منشن واكتبوا لنا في الكومنتات اخواتكم بيعملوا ايه معاكم، وما تنسوش تتابعوا الاستاذ.